ايه رايك في شقتي يا عمو؟ حلو قوي، مبروك يا حبيبتي. هتخلص امتى؟ 6 شهور ان شاء الله. خلاص يبقى هتتجوزوا كمان 6 شهور ان شاء الله. لا يا بابا، انا هتجوزه دلوقتي وهنعيش عند اهله لغايه لما الشقه تخلص. اللي انت تعيشي عند اهل جوزك دي غلطه كبيره وبتعمل مشاكل كبيره جدا. ليه يا عمو؟ اهلي ناس كويسين قوي على فكره، احسن ناس، بس كتر التعامل بيخلق مشاكل. اجلي جوازتك لغايه لما تستلمي شقتك. لا يا بابا، هتجوز دلوقتي ماليش دعوه. ابني ومراته الجمال. تتغدوا ايه النهارده يا حبايبي؟ ممكن حمام. ممكن اطبخ انا يا طنط لو انت تعبانه. انا طبيخي احلى من طبيخك، ارتاحي انت بس. نعم، انا ابتديت ازهق. عايزه تريحك بس. هو انت وابني بتتخانقوا كتير ليه؟ انت حاجه ما بيني انا وهو، بعدين انت ايش عرفك؟ ما انا سامعه صوتكم العالي، انا مش بتصنت على فكره. كده كتير. انتوا بتخرجوا كتير قوي، اقعدوا في البيت ووفروا فلوس. نعم، احنا حرين. بس يا ماما هي نيتها كويسه على فكره. انا خلاص، انا كده جبت اخري، انا ماشيه اقعد عند بابايا لغايه لما الشقه تخلص. مش مستحب ان انت تتجوز وتقعد عند اهلك او اهلها. كتر التعامل كل يوم كل يوم بيعمل مشاكل، حتى لو مفيش حد فيهم غلطان. الموضوع ده بيعمل مشاكل، حاول تتفاداها حتى لو هتأجل جوازتك.